السلام، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. درت لكم هاد الصابلي تاع السنيوه ساهل ماهل وديروه في وقت قصير، يعني صابلي تاع الطبقات محشي بواحد الحشو هايل، يجي يذوب في الفم ويخرج كميه كبيره فيه غير 2 حبات بيض. دوك نوريكم هنايا حبه باش تشوفوا القوام تاعها شحال يجي طري ويجي مبسس. وتجي فيه واحد القرمشه اون ديغيكو تاكلو فيه صابلي فيه كلاصاج خفيف تاع شوكولا، ويبقى مده طويله يعني كيما راهو. وقد ما يطول قد ما يزيد يطرى وقد ما يزيد يولي بنين خير وخير. نصلي ونسلموا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. عندي هنايا 250 غرام تاع مارغرين طريه، بحرارة الغرفة أي نوع استعملوه. عندي 4 مغارف كبار تاع سكر غلاس، مغرفة كبيرة تاع لافاني، عندي شوية ملح، وعندي فنجال تاع الزيت، ما ديروش فنجال بزاف كبير. هنايا حنخلط المكونات بالباتور، ما تقدروا تخدموهم بيديكم عادي. انا باسكو المارغرين انا استعملت فلوريال تاع لي باكي تجي شويه حكمه روحها، مي تساعدني بزاف في الخدمه. انا نحب نخدم بها لاباط تاع الصابلي، تجي لاباط شغل ما تتكسرش وما تتعبش في الخدمه. المهم خلطوا مليح المكونات هذوك مع هذيك المارغرين، دخلوهم مليح مع بعض. نزيد لها 2 حبات بيض بحراره الغرفه، ونكمل يعني ندخل البيض مع المارغرين. نزيد نخلط برك غير شويه، ماشي حتى تطلع الزبده ديالي. نزيد لها 4 مغارف ولا 3 كما حبيتو تاع مايزينا. هنا المايزينا تقدروا تستغناو عليها، مي انا نحب يعني صابلي فيه هذيك القرمشه، والمايزينا هنايا حتخلي الصابلي تاعنا بزاف خفيف ويجي يذوب في الفم. زدت خلطت المايزينا مليح، ودوكا نبدا نضيف يعني في الفارينه نشف لاباط تاعي ولا نلمها بهذيك الفارينه، ودرت لها كيس خميره كيميائيه، يعني كيس واحد برك، ما تكثروش الخميره، مانيش حابه لاباط تجيني يعني مانيش حابه لاباط تخمر. هنا الفارينه حتى تتلم لكم لاباط. المهم ما تخليوهاش بزاف يعني حكمه روحها، خليوها شويه طريه. توجور الصابلي اللي فيه الزيت خليو لاباط دائما شويه طريه، شويه فقط، ماشي طريه بزاف. واني درت لكم وصفه تشبه شويه لهذه ديجا، كنت درتها لكم يعني بلا شوكولا تاع الكلاصاج، ودرتها لكم بالزيت. هنا هاد الخطره حبيت نديرها بالمارغرين باش تجي لاباط هذيك طريه ومقرمشه وشغل، يعني اون ديغي كو تاكلوا في حبه صابلي. هذا ما كان، اوليو تقعدوا تطبعوا بالحبات رايحين نديروهم في سنيوه هكذايا على شكل طبقات. طريقه سهله وسريعه. لميت لاباط تاعي هنايا بالفارينه حتى تشكلت لي كره، قلت لكم خليوها شويه برك طريه. هذا ما كان. هنا اللي عندها الوقت تخليها شويه تريح، تغلطيها وتخليها تريح. انا خدمتها مباشره. كي تريح هنا لاباط تاع الزيت رايحه زيت تنشف، عفوا تشرب. سي بوغ سا قلت لكم خليوها شويه طريه، وكي تكونوا تحلوا فيها ما تتشقق لكمش لاباط. هنا قسمتها على 3، حندير 3 طبقات. سي ديروهم متساويين باش يجوكم كامل يعني نفس السمك. 2 كرات غلفوهم بكيس غذائي باش ما ينشفوا لكمش. والثالثه راني نحلها، راني رايحه نحلها مباشره. هنا اللي تحبوا تحلوها اونتر 2 ساشي يكون احسن، ولا انا ما عنديش يعني لي ساشي هذوك تاع الخبز. حليتها فوق ورق الطهي، درت لها شويه فرينه باش ما تلصقليش باسكو راهي شويه طريه، وقلت لكم باللي ما خليتهاش كامل ريحت. مي رشوها بالفارينه عادي، ما تخافوها ما والو. انا هذه الاولى نرفدها بها بالبابي كويسون، نحطها ديريكتومون في السنيوه باش تجيني سهله يعني كي نقلبها من بعد. حليتها كيما راكم تشوفوا تجي السمك يعني السمك تاعها شويه رقيق. هنايا السنيوه اللي درتها 30 على 40 سنتيمتر، طلعت لها شويه برك الجوانب باش ما يتحرقليش المعجون هذاك في الفرن، باش نلحقوا بيان لي كوتي. ودرت لها هنايا المعجون تاع المشماش. هنا بطاطا عرطل يعني استعملتها كامل. درت نص في الطبقه هذه الاولى، والنص الباقي درته في الطبقه الثانيه، والثالثه ما راكو رايحين نديروا فيها والو، يعني ما ديروا فوقها والو. كي بعد ما طيب وتبرد رايحه ندير لها كلاصاج خفيف تاع الشوكولا. درت طبقه مليحه تاع المعجون باش كي تقسموها هكذايا يجي هكذا لاكوش تاع المعجون تجي باينه. تقدروا ديروا اي نوع يعني مربى نتوما راكو حابينه. وعندي هنايا شويه كاوكاو محمص ومرحي.
يعني من الاحسن الا درتو الكاوكاو ديروه محمص جديد باش يجيكم بنين، يعني تجي البنه تاعو سبيسيال، رايح يعني يمد واحد الكو بزاف بنين مع مع شي هذيك القلوصيه تاع المعجون تاع المشماش. يجي الصابلي تاعكم هايل. خليتها دو كوتي ونروح نحل الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. انا هاد المقادير هادوما جاوني سوا سوا في سنيوه تاع 30 على 40 سنتيمتر. فوالا حليتها هكذايا، تجي شويه رقيقه لاباط هادي باسكو حزيت شويه تخمر من بعد. وبنفس الطريقه يعني نرفدها نقلبها فوق هذاك الحشو. ونحي البابي كويسون. هذا البابي هذا الدوزيام نعاود نحل فيه الطبقه الثالثه. قطعت لها الجوانب ودرت لها الطبقه الثانيه تاع لا كونفيتور كما راكم تشوفوا. قلت لكم انا درت بطاطا على الطل، قسمتها على زوج، يعني درت 250 غرام في الطبقه الاولى و250 غرام في الطبقه الثانيه. نورمالمون هذيك الباطه صغيره فيها 500 غرام ولا 400 ولا 500 ولا ماني شافيه. المهم هذيك الباطه الصغيره ماشي الكبيره كامل. زدت لها من الفوق الكاوكاو شويه محمص وملحي. هنا تقدروا ديروا كاوكاو كما تقدروا ديروا اي نوع مكسرات راكو حابينه. الكاوكاو يمشي تخي بيان مع لاباط تاع الصابلي، ولا تقدروا ديروا نواه كوكو. ونزيد نحل الطبقه الثالثه والاخيره. ونغلق بها على الحشو الثاني. هنا ما ملا تكسرت لكم شويه ولا تعوجت لكم تقطعت لكم عادي، يعني راهي عجينه تلعبوا بها كيما تحبوا ترقعوها عادي. كي طيب وحدها راهي رايحه تتسقم، يعني ما يبانوش كامل هذوك اللي يضيفوا. هنا نحيت الجوانب وغلقت هكايا لاباط، ما خليتش كامل هذاك المعجون يخرج لي يعني ويلحق للسنيوه باش ما يتحرقش ويجوكم هكذايا لي كوتي شويه يابسين. طيبتها في فرن مسخن على 180 درجة حتى طابت. درتها في الوسط. بعد ما طابت يعني تشوفوا لي كوتي حماروا بيان. حمرتها شوية برك هكذا من الفوق. يعني حاجة خفيفة. خليتها بردت مليح، يعني خليوها تبرد. لازم تبرد مليح قبل ما تقلبوها باش ما تكسر لكمش. ما تكسر ما والو لاباط هادية يعني هايلة. شوفوا علاش خليت البابي كويسون من التحت باش تجيني سهلة الخدمة. فوالا شوفوا كيفاش طابت. فيها يعني واحد القرمشه هكا تاع الصابلي في نفس الوقت طريه وتجي يعني مرمله كيما راكو تاكلوا في الصابلي. شوفوا تجي بزاف هشيشه. هنايا دوبت واحد 50 غرام هكاك تاع شوكولاته بالحليب. دوبتها في حمام مائي ولا دوبوها في الميكرووند. نزيد لها واحد المغرف كبيره هكذاك تاع الزيت، ما تكثروش بزاف الزيت. هنا علاش درت الزيت باش هذيك الطبقه تاع الشوكولاته من الفوق تجيني خفيفه وفي نفس الوقت تجي شويه طريه، يعني تنشف وتبقى شويه طريه ما تجيش يابسه، ما تجيش هكذا مقلمشه عفوا تجي محجره. فوالا وندير لها قلت لكم مسحه هكذا غير خفيفه برك من الفوق. نسي نقص مليح هذيك الزياده تاع الشوكولا. هنا اللي يحبوا يخشنوها الناس اللي تحب الحلوه حلوه، باش انا باش ما تجينيش بزاف حلوه على بها درت لها تبقى رقيقه. اللي يحبوا الكاطو حلو خشنوها شويه. خليتها نشفت يعني شويه. انا قلت لكم اني مزروبه هنايا ما خليتهاش نشفت بزاف، مازالها شويه في الوسط. انا ما بانتليش من بعد كي بديت نقطع فيها لقيتها مازال ماشي ناشفه مليح. هنا راني نقيس خرجت لي يعني نقسمها هكذايا على 6 شرائط. ومن بعد كل شريط كما راكم تشوفوا حيخرج لي 8 حبات، يعني ضربوا 8 في 6 تلقاو 48 حبه. هنايا تحبوا تقطعوها كيما انايا هكذا مستطيلات
ولا ديروها مربعات كيما حبيتو. بهذه الطريقه راح تخرج لكم كميه كبيره، والحبات يجوا ما يجوش بزاف صغار، يجوا كبار. ملاح فوالا يعمروا العين. انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا، قسمتهم يعني قطعتهم بهذه الطريقه هذه. قبل ما نقسم هنا نحيت الجوانب هكذا باش نسيي او موان نديرهم نفس الحجم، تجينيش حبه كبيره حبه صغيره. شوفوا شحال طريه، تقسم بكل سهوله. شوفوا غير نحط الموس ها هو رايح يدخل مباشره. وانتوما باش يجيكم تقطع الشباب وتجي لا فينيسيون تاعكم شابه، خليوها من الاحسن تبرد في الفريجيدار. خليوها يا لو كان ربع ساعه ولا نص ساعه في الفريجيدار، تحكم روحها مليح. هذيك لاباط تاع الصابلي تجي مبسه، يعني رايحه تبرد، رايحه تشد روحها بيان. شوفوا هنا باللي الشوكولا مازال كامل ما نشفتش، يعني انا ما عطيتهاش كامل الوقت. شوفوا شحال طريه، شوفوا الطبقات كيفاش يجوا باينين. شوفوا الحشو هنايا، قلت لكم تجي هايله، تجي بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال اعجابكم. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري، تحبوا تخليوهم سامبل هكذا كيما راهم، ولا ديروا لهم هكا تزيين بسيط. انا درت لهم شويه زيكزاك هكذا بشوكولا اللي قعدت لي، رميت عليهم شويه لي بايات تاع شوكولا كانوا عندي في الدار. تحبوا ديروا لها فيرميسال، تحبوا تخليوها، يعني ديروا لها جوست هذوك لي زيكزاك هكذا تاع شوكولا من الفوق وخلاص. والحلوه تاعي راهي واجده. انا استفتها في هذا البلا هدايا مدور باش تبان لكم بيان. شوفوا الله يبارك شحال تقطع هذه الحلوه هذه، تخرج لكم كميه ما شاء الله. تحبوا تجربوها للعيد ولا ما تنساوش تخليوا لي رايكم فيها في لي كومونتير، ولا تقدروا ديروها يعني مام قبل. تحبوا تقدموها مع القهوه ولا مع لاتاي ولا كيما حبيتوا. هنايا بعد ما بردت مليح نزيد نقسم لكم هنايا حبه باش تزيدوا تشوفوها مليح. ولا عجبكم وصفاتي ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج للفيديو. واللي اول مره تشاهد قناتي نقولها فضلا منها دير ابوني، يعني تشترك في القناه هكذا باش يلحقها دائما الجديد تاعي. واستناوني مع وصفات جديده للعيد ان شاء الله. ونقول لكم تبقاو على خير ونتلاقاو في وصفات جدد. سلام.